اجري وانا قاعد ازاي؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا مجانين؟ الناس هيفتكرونا ان شاربين حاجه. انا اتفضحت دلوقتي. انا ايه اللي انا حكيته ده؟ اهلا بيكم في برنامج هاي فايف، برنامج زيه زي اي برنامج عادي خالص. اخويا شقي اقسم بالله، انا بحب تمثيلك جدا جدا، معجب بارائك على السوشيال ميديا، كل ده في كفه، واللي يخليني بجد شابوه اهلاويتك العظيمه. يا كوخه. خدت بالي انه في كفر موبايل عليه الزمالك. انا شفته معدي ولا. اول مره اشتغل ممثل في حياتي كان مع احمد خيري. الكلام ده كان في 2003، مسلسل المغامرون. ايوه مش الكرتون عشان الناس ما تفهمش غلط. والظابط اللي بينقذنا من المغامرات كان طارق لطفي. أيوة. لسه مفكره بالموضوع ده من اسبوع وقال لي موت الكلام 2003. نهزر. ايه اكتر حاجه مستحيل تصرف عليها فلوسك؟ لا انا تافه، بصرف فلوسي في اي حاجه عجباني بجيبها. ايه ادفع حاجه اشتريتها؟ في مطار اسطنبول كنا رايحين نصور باب الخلق، وشفت لعبه اطفال. وش اقرع كده، هو فاضي مصمت ما فيهوش اي حاجه، تركب له عينين وشعر تقعد تلعب في اشكاله والاكسسوارات بقى، سوالفه شعره وشنبه. ما كنتش لسه خلفت ده ولا اتجوزت. وعجبتني جدا واشتريتها. عقبال ما رحت ورجعت كنت زهقت منها، فاول ما قابلت اخويا قلت له بص انا جايب دي لابنك بقى يعني. ربنا يخليه لي، ده الغالي. انا اتفضحت دلوقتي. انا ايه اللي انا حكيته ده؟ طب انت ايه اكتر حاجه تافهه انت جبتها؟ لا يا لهوي ارجوك يا لهوي. انا ارجوك. التيشيرت. لسه مش عايزه افهم. يعني عملت كده ورحت مرجعاها. يعني في شتفه من كده، موزه على حاجات. لا حاجه تانية. انا في الحاجات دي بجد بشوف ايه التافه واصرف فيه فلوسي عادي جدا جدا. انت شطبت شقه قريب؟ انا بشطب اوريدي. بتشطب؟ اوكي جالك. بس بقى وقف مش هكمل. لا عيط. طب ايه اكتر حاجه بتضايقك لما بتجيب الصنايعي في الشقه؟ انا ما اعرفش اي حاجه عن شقتي. انا مراتي مهندسه ديكور. طب انا مهندسه ديكور، ممكن تديني هاي فايف؟ انا مراتي مهندسه ديكور، هي اللي شايله كل حاجه، وانا خلقي ضيق. فهي اول جمله قالتها لي: محمد يا حبيبي انت ما تنزلش تشوف صنايعي. انت هتقول له هنخلص امتى، هيقول لك نخلص بعد بكره، فهتيجي بعد بكره هتلاقيه ما خلص، فهتعمل ايه؟ قلت لها هتخانق معاه. قالت لي انت سيبني اخلص مرحله واجيبك تتفرج. ايه الحاجه العيب اللي عرفته لمراتك قلت لها بص يا بنت الناس انا عشان نبقى على نور من الاول؟ انا عصبي جدا، وقلت لها المعلومه دي وهي ما صدقتش. وكانت المفارقه ان اول مره نخرج مع بعض اللي هو الفيرست ديت اللطيف ده اتخانقت في الشارع وانا فنان يعني. اتخانقت ليه؟ حد احلو. دايما الناس بتبص لنا بصه الفنان ان هو أيوة. خرع. ايوه في حاجه غلط. فشافوا وش مني في الشارع، فهي طبعا اول ديت يعني، فجايه تقول لي يا محمد ايه ده؟ ايه اللي موقفك كده؟ خش على العربيه. فركبت. قالت لي انا اول جمله قلتها انا مش هرتبط بالراجل ده. لا ده مجنون. بس طلعت مضحيه، كملت الحمد لله. ابويا الله يرحمه كان عصبي، وانا طالع عصبي، ويحيى طالع عصبي، وابنه هيطلع عصبي. احنا عيله مجانين. ايه اكتر مكان في البيت بتحب تقضي فيه وقت كبير؟ البلكونه كده، البين باج الحلو كده، قاعد معايا كوبايه القهوه بتاعتي. بلكونتك حلوه؟ جدا. فيها زرع؟ في كده كذا بتاع. اللي مستني بقى الشقه التانيه عشان فيها جاردن صغنطوطه كده، هي دي هتبقى مكان البلكونه. هبدل البلكونه بالجاردن ان شاء الله يعني. واكتر فتره في حياتك حاسس انك عايز ترجع تعيشها كل وتفضل مرحله فيها حاجات حلوه وفيها حاجات. هتقول لي نفسك فيه؟ اقول لك نفسي الم كل الحلو من كل المراحل واقعد بقى معلم، اجيب ابويا الله يرحمه واجيب طفولتي واجيب ونقعد مع بعضينا كلنا. دي حاجه حلوه. ايه مرحله؟ بالعكس انا مستني اللي جاي. انا عارفه ان هو صعب تشتغل ممثل من انت عندك 16 سنه، بس لو هتشتغل حاجه تانية تشتغل ايه؟ لا ما كانش هيبقى عندي طموح حاجه تانية بقى. كنت همسك محل ابويا الله يرحمه بقى، ابقى المعلم محمد وقاعد، والمعلم محمد راح والمعلم محمد جه وكده وخلاص تمام وزي الفل. حلو قوي الشيشه على باب المحل وقاعد باشا. طب ما تفتكرش ايه اللي نورها في دماغك كده؟ ايه ده انا عايز اعمل كده، عايز امثل؟ انا طول عمري مرتبط بالفن من غير ما كنت فاهم ان ده يبقى طريقي. يعني انا من وانا طفل ابويا الله يرحمه كان عنده جهاز الفيديو بتاع زمان بتاعنا ده، وانا كنت بايت في محل الفيديو، كنت بحفظ كل الافلام واقوم امثلها. كان حياتي جوه التلفزيون طول الوقت،
وكنت بعمل كوارث، كنت بخلص الفيلم واقوم امثله. فيلم المشبوه بتاع عادل امام. يا نهار اسود، خطفت عيل. لا ده انا فتحت دماغ اخويا. يا نهار اسود. كان عندي 6 سنين واخويا كان اكبر مني ب3 سنين، وشفت الشوط اللي هو بتاع انت بتبلغ عني دي له واحده كده، دخلت سحبت الموس داخل على اخويا قلت له انت بتبلغ عني، فجبت له اورتو. انا كنت قصدي عينه بس هي جت في اورتو الحمد لله يعني. جبت له اورتو 3 غرز. كنت عيل مجنون يعني، عيل اهبل باين ما تفهمش. الحمد لله هي 3 بس. ويومها اكلت علقه بالمنفضه البيج دي بتاعت زمان. أيوه. اكلت علقه، جيراننا جريوا باخويا على المستشفى وامي كانت بتضرب فيا. فيلم قمر اكبر انتوني بتاع أميتاب باتشان. ايوه. كان في مشهد عظيم جدا في البار لما نط في المروحه وضرب العصابه كلها برجله والمروحه أيوه. بتلف. كنا عند عمي الله يرحمه، فعامل سراير اللي هي الدورين، والاوضه فيها 9 اطفال. نط يمسك النجفه وانتوني النجفه بقى العيال تجري بقى من تحت، كله بيجري. عقبال ما الحمد لله عقبال ما الاوضه فضيت ما نزلتش على حد، خدت النجفه وعلى الارض. وفي مره واحد جارنا شتمني، كنت بقى لسه خارج من فيلم ايام السادات بقى واحمد زكي الله يرحمه، كان ايه، وقفت وقلت خطاب السادات في البلكونه الساعه 4 الفجر. شتمت. خش يا جيران والله العظيم مكان كلنا مكان. والله العظيم. ورحت بوطي وداخل ايه على ايدي ورجلي مستخبي كده في البلكونه كانه مش انا. انا كنت شبه شاديه فيلم، عارف انت لما كانت بتخش الافلام وترجع تقول له شيلني حواش. واقف بلعب بكاميرا ما فيهاش فيلم. كان زمان على فاكر الفيلم بتاع زمان والفلاش. واحد يا حبيبي غلبان مروح هو ومراته، واضح حبيبي عامل عمليه ازاي ده انا فاكر لغايه النهارده، فمتسند على مراته وماشي مفيش حاجه. حتى انا مصوره من فوق كده لاش ضرب. فالراجل بيبص ايه اللي بيصورني مراتي. فيلم ضربة شمس كان لسه واكل معايا بتاع نور الشريف الله يرحمه. قال ايه ده؟ انا صورت كل حاجه ما قلتش غير كده. هذا الرجل الغلبان يطلع اخو اصيع واحد في الشارع. نص ساعة ولقينا البواب طالع محمد عمل ايه؟ فماما بتقول له عمل ايه في ايه؟ لا في تحت شارع واحد والواد فلان ده اللي هو مصر محمد ينسى وابويا جه الدنيا ولعت، انا الشارع ولع يومها. انا متهيألي دلوقتي اجابه السؤال لو ما كنتش ممثل كان زمانك مسجون دلوقتي. بالظبط. ما عشان كده خليني قاعد في محل ابويا بادئ ماسك الشيشه والمعلم راح والمعلم جه وكلها من الحلال وامثل على العمال وهيعدوها يعني فاهم. اجي الصبح متفرج على فيلم اخش على عامل او عامل معاه مشهد والله عليك يا معلم وهيضحك لي وهقعد وخلاص وخلصت. لو كنت تقدر تروح مكان دلوقتي حالا هوب تروح. نفسي اروح فينيسيا قوي. ده احد احلام حياتي. يليها روما. ده غير الاكل هناك يا محمد. في النهايه بيتزا صباح الفل هنقضيها. بس هتتبسط. الكوارع احلى. عكاوي الاكل بتاعنا احلى من اكلهم بكتير. يا ريت ريقة. بتحب الاكل؟ الحمد لله الحمد لله. انا بحب الاكل برضه. انا برج الدكتور فبحب الاكل برضه قوي. بعيدا عن الابراج انا راجل ديني بحب الاكل جدا. بتحب المحاشي؟ كل حاجه خلقها ربنا في كون حلال باكلها ما عدا الارانب. اوكي. غير كده باكل اي حاجه هتعدي هاكلها. احنا تخنانين وبنحاول نخس وكده. الاكل بيبقى في يوم الفري بقى. ماشي. ده بقى اللي هو الاخضر واليابس ياجوج وماجوج. اللي موجود بيتاج بفتح الثلاجه باكلها نفسها عادي مفيش مشكله. لو كنت فاكهه تحب تكون ايه؟ رمان. ايه ده انا بحب الرمان قوي. ممكن تديني؟ اشمعنى؟ بحبه بعشقه قوي بحبه قوي. الرمان ده ما يمشيش مع شخص عصبي خلقه ضيق. ما انا مش انا اللي بفرطه، انا باكله فرطه رمان. ارجع عليا الرمان وانا لسه هستنى لما يفرط؟ انتوا مجانين؟ نرجع الاقيه متفرط وساقع في الثلاجه بيبرق كده. اخده من الثلاجه في طبق ازاز كده. لازم يبقى ازاز عشان اشوف. عشان اشوف الرمان. أيوة. منظر لوحه فنيه. مين قال؟ مين قال طريق ال1000 ميل بيبدأ بخطوة؟ حد مجتهد او فاضي. انا لسه همشي 1000 ميل. يبدأ بخطوة وخلاص. ما هيبدا بخطوه، ما هيبدا بايه ب10 وانا ارنب هنط 2. ما هو يا جماعه ما الجمله منطقيه ما قالش اعجاز. لا طب مش في ناس بتوصل من غير ما خطوات اصلا؟ دول معاهم واسطه. هم دول مثلا ربنا مش في يجعلنا كده. من محاسبهم. يا رب لا ما والله. بحبش الوسط. بس بتحصل صدفه، بتحصل حظ، بتحصل وصل. لا اؤمن بالحظ. ازاي؟ انا راجل بيؤمن بالاجتهاد. بداتها بجمله جملتين مشهد مشهدين ومسرح وهواه واروح مكتب هنا واروح مكتب هنا واعيط بالليل واصحى الصبح انزل اكمل ساعي ومن ايام الصوره واكتب بياناتك وراها قبل ما يبقى في حاجه اسمها فلاشه. وخدتها واحده واحده. انا في الشغلانه دي حرفيا بقالي 20 سنه. قررت اتعلم، قررت ادرس واروح ورش. بس في ناس بتبقى ولا ماشيه عادي واسطة. كده قدام الكاستنج وتقوم المخرج يقول هو ده تعالى. رزقه. بالظبط، ما هو ده اللي بقوله بقى. جات في لك الفرصه بدري عرفت تستغلها، ما دي شطاره. ما هو هيقول له تعالى صح. عملها وحش هينجح؟ خلاص. لا باظ. هو صح. جات له الفرصه دلوقتي عرف يستغلها. اتلسعت أصل والله من ما الوسط ده. اصل لا والله. هزقك مهما زقك. ايش تعمل المشطه في الوش العكر؟ انا اؤمن بواسطه فعلا حاجه بشعه، بس الحظ ساعات. لا انا ساعات في مؤمن ناس بان انت محظوظة. مع الله فربنا بيكرمك.
مفيش حاجه اسمها حظ. مين قال اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب؟ انا بس انا بقولها بشكل تاني، اديني وانا اضيع. انت بتحوش يا خالد؟ عمري في حياتي ما جربت التجربه دي. يا جماعه ولا اعرف بتتعمل احوش إزاي. فلوس عشان الناس تصرفها بعد ما اموت، احنا مجانين يا طب يا جماعه. جماعه هو الموضوع ده رجاله تفتكروا؟ ولا ماليش فيه، معرفش. ماليش فيه. انا عموما معرفش. انا قصدي لا انا بحس انبسط. موضوع الرجاله عندهم اكتر موضوع انبسط وامتع نفسي وامتع اللي حواليا، على الاقل لما اموت يفتكروا لي حاجه حلوه. لا يقول لك الله يرحمه كان بسطنا. ماشي. لكن بقى لما اموت وكنت مزنقها عليهم فيلاقوا محمد معبد شوف ابن بص كان حارمنا وحارمنا وهو على قلبه قد كده، الله يكحمه. طب ليه؟ يلا دورك. انت انا لو ايوه. مين اللي قال الاهم من الشغل ضبط الشغل؟ بص هو اللي قالها واحد صايع ان دي هندله او فورياجي، زي مثلا نجيب الريحاني في ابو حلموس كده، اللي هو ايه يا عم الميزانيه دي؟ ايه 3 جنيه بيض اوضه؟ سد ثقوب الغرفه كذا، ما ده ظبط الشغل. بحب فتطلع في النهايه الدنيا متأستكه. انا فهمت السؤال بشكل تاني، اظبط علاقاتي حوالين الشغل. لا في دي شركة دي مش وظابط ما علاقات. ينطبقش عليها المثل. انت عندك تروما من موضوع انا الواسطة. عندي ليه؟ والله ما حصلتش قبل كده. انت انت واضح مين طردك من شغل مره عشان خاطر ابن اخته ولا ابن اخوه؟ انت في حد حصلت. اذاكي جامد في والله ما الموضوع. حصل. بس تخيل انا طول عمري فاهماها كده. لا لا لو لا. اظبط علاقاتك لا، أهم من وتصدق الشغل اللي ده. جوه هو دي ده. اللي ليه ظهر ما تضربش على بطنه، دي حاجه تانية. لا نيجي نروح ماشي. نكشف عن مشكلة الشازلونج حلو ونحكي والله طردوني يا حكيت دكتور كتير. وهنوني وكده كتير. هل في حد في حياتك بيسألك ده بكام وجبت ده بكام تقبض كام؟ عارف الأسئلة لا دي؟ محدش يقدر يسالني بتقبض كام دي اصلا. متهيألي بقيه الجمله غير مراتي. برافو عليك والله العظيم، بس حبيت اخد الجست. بعدين افتكرت لا ايه ده، دي هتزعق حكيم مرات. ايوه برافو عليك يا خيري يا ابني. لا بتقبض كام دي قمه طب قله الذوق. بلاش بتقبض كام؟ جبت ده بكام؟ لو انا خايف على احراجه بقول له مش فاكر، لو ما يهمنيش اقول له انت مالك. بصراحه ببقى ليه ذوق اكتر منه. حصلت معاك قبل كده انك قمت من على كرسيك رجعت تلاقيك حد واخد مكانك؟ ما حدش بياخد مكان حد، كل واحد ليه لونه وطعمه. فلو ده السؤال على بعد بعيد، لو في المطلق حصلت كتير اقول له لا ده مكاني يا بيه وقوم كده، وبتخانق عادي جدا اقوم جدا. حصلت معاك، أنا اللي هقول السؤال ده. أيوة. حصلت معاك إن زميل ليك حاول يخزوقك في حاجة؟ كتير. اوه انا لسه بتعالج من خوازيق لغايه دلوقتي. انا الحمد لله عمري ما اذيت حد، ولو اذيت حد اكيد مش قصدي. جت عليا فتره طويله في حياتي ان انا بتعامل من مبدا ان انا نباتي، فاكيد الاسد لما يشوفني مش هياكلني ان شاء الله، فانا طيب فان شاء الله حضرتك مش هتاذيني، فانا هفتح لك قلبي واقول لك كل حاجه. فخدت خوازيق الدنيا. حصلت معاك حد قال لك انه ما بيحبكش يعني؟ حد قال لي انا مش بحبك لا على المستوى الفني ولا على المستوى الشخصي، شايفك كده عيل عامل محترم، وعلى المستوى الفني ما بتحبنيش. فقلت له تمام ليك مطلق الحريه، في غيرك شايفني ناجح، ده بالنسبه للفن. بالنسبه للحياه الشخصيه انا مش مراتك، عنك محبتني. قلت له اقول لك على افيه، قلت له فعلا انا عمري ما حبيتك، بس انا ما كنتش اقدر اقول لك كده لان انا كان في شغل فبيجمعنا مع بعض. بس بالنسبه بقى للشغل انت شايفني فاشل، انا عايز اقول لك معلومه. قلت له ياما بهايم كتير وناجحين سبحان الله، رحت مشاور عليه رحت ماشي وسايب. انا ما بسكتش ما بسكتش حقي، انا من النوع ده. يعني ممكن واحد يعني يبقى حمار حد- زي حضرتك بس. مونتاج بصراحة. نلعب بقى؟ يلا بقى. نلعب بقى يا ريت كده. اللي فات ده كله كان الجد على فكره. ده كان بالنسبة- الجد. يا نهار اسود والله. مش تقول لي طب كنت جاوبت اجابات جد يا خيري؟ ايه الفضايح دي؟ انا اسف يا جماعه. هقول لك شويه حاجات وانت هتعملها بوشك وبجسمك وانت قاعد كده، مش هتقوم، مش هنفرهدك، تمثل لها دي. هنفهم ماشي هنفهم. يلا هنفهم أصلا. يلا. تخيل نفسك تايه في صحراء وعطشان. تشغلوني هنا ولا؟ الشمس صح. ايوه. شفت ميه من بعيد فرحت. اجري وانت قاعد. اجري وانا قاعد ازاي؟ أيوة، انتوا مجانين انت. ولا ايه؟ مجانين. اجري وانا قاعد زي امارسه انت طاع يا بيه. وانت رايح على الميه ايوه. بتبص لقيت اسد بيجري وراك. ايه بتجري وانت خايف. صحراء واسد، احنا بنهزر يا جماعه، قولوا الكلام ده بنعقله. دي فانتازيا. بتجري ايوه يا جماعه مش اجري عارف اجري. ماشي اهو. أيوة. بتجري وانت خيري خايف. عيب كده. الاسد بيقع في حفره. طب الحمد الحمد لله. بتبص ناحيه الميه تاني وبتكمل يلا. جري عادي. الميه الميه بتبعد أهو. اكتر. تبعد. بتبعد الميه. انتوا مجانين ماشي. الميه بتبعد. الميه هي اللي بتبعد. بتقف تفقد الامل تنام على الارض. ماشي. فجاه الدنيا بتمطر، بتغمض عينيك وتفتح لا استنى يا بيه انا عطشان ايوه وتحاول تشرب.
فتح عينيك بتلاقي حد حاطط لك شمسيه ومبتسم ويسيبك ويمشي وانت مش فيه. يا اخينا يا استاذ، طب احنا فين طيب يا حضرة؟ تعصب أنا اللي تمسك اتعصبت؟ الشمسيه وتكسرها. ليه؟ ما انا فيش حر، ما انا هتعصب على الشمسيه ليه؟ ما اكسر هما- الكرسي طب على الاقل. ايوه صحيح، مفيش منطق في مفيش يعني هو في منطق ان الناس تيجي واقفه في الصحراء واقفه حفره؟ انت برضه يعني انت جيت على دي والميه اللي بتبعد، يعني انا بجري للميه والميه هي اللي بتبعد، يعني انتوا عاملين تقولوا تعصب على كلام. كل حاجه، جيت على دي مش عايز تعصب. صحيح يعني بتتعصب. ده اللي كاتب السيتويشن ده لازم نعالجه. ده عماد. ده عماد؟ ماشي يا عماد. تخيل نفسك رائد فضاء بتلمح صخرة مولعة جاية تجري عليك بسرعة، جاية تجري عليك بسرعة تتفاداها. يا عقبال وهي جايه بسرعه وانا ماشي كده ميت خلاص ما تكمليش الفرديه. بتلاقي صخور كتير زي اللي فاتت دي وجايين عليك كلهم مرة واحدة. وانا اللي سايق اهو. خلاص بتسيب نفسك. هم قعدوا بقى من فوق، انا نمت. انا عندي انزلاق، ها ركز. لقيت سفينة الفضاء بتولع بتاعتك. تجري ايه ما هي ولعت، تجري اروح فين؟ ما هي ولعت. عشان تلحق إيه؟ تطفيها. ايه يا سماح؟ هف بقى. ايوه الناس هيفتكرونا ان شاربين حاجه بس. انت نجحت فعلا، وهي بتطفي النار وانت بتنفخ راحت ماسكه في بدلتك. تلاقي نفسك شخصية في لعبة على الموبايل عادي. انا مش خلينا جيم اوفر. برافو والله. محمد احنا انبسطنا معاك قوي بخير قوي. والله انا اللي انبسطت معاكم جدا اقسم بالله، ومبسوط ان انا اتعرفت عليك يا وئام جدا والله العظيم. نورتنا والله ربنا بجد. يخليكم. شكرا ليك. حلقتنا خلصت. ما تنسوش بقى التفاعلات، لايك وشير وكومنت. اكتبوا لنا يا جماعه مين عايزينهم تاني نستضيفهم جامدين كده زي محمد، واعملوا لنا بقى فولو على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك وكل الحاجات اللي تلاقوها في وشكم. تابعونا ونشوفكم في حلقه جايه.